أمس الخير عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. صعيبة باش دير فيديو لايف حنيني. أي واعرة تتكون على المباشر. آه على أين، أهلا وسهلا ومرحبا. كنظن أن الناس اللي عايشين في المغرب غادي يكونوا ناعسين دابا. عندنا 4 وثلث غتكون عندهم 10 وثلث في المغرب، غالبا غادي يكونوا ناعسين. ايوا كنتمناو اللي فايقين يحاولوا يتجاوبوا معنا. على اين، اهلا سي محسن التومي ود البليده. على اين، مرحبا بالجميع اللي متبعينا. غادي يكون عدد قليل بزاف، وقليل ومداوم احسن من كتير ومقطوع. انا كنت بغي نتكلم على هاد الحريره اللي نايضه في المغرب، وغادي نحاول نعطي باختصار شديد، ما عنديش الوقت، نحاول نعطي باختصار شديد الرأي ديالي في مجموعة من المواضيع اللي مطروحة دابا في الساحة. أولها واحد الموضوع كتبه واحد الصحفي مغربي احترمه وأقدره، هو الأستاذ إسماعيل عزام. كتبه في الموقع ديال CNN بالعربية هذا الصباح هذا، اللي هو يعني يتكلم ما معناه ان بزاف ديال كاينين الناس اللي تيشمتوا في هذه الحرائق اللي نايضه في اسرائيل، وتعتبروا بان هذه الحرائق غضب الهي، وعطى بزاف ديال الامثله اللي من خلالها تيحاول يبين بواحد الذكاء اللي معهود عليه ان هاد الحرائق ماشي عذاب الهي ديال الله سبحانه وتعالى، وما خصناش نشمتو في اي واحد تيتحرق، سواء كان عدو ولا صديق. ماشي مزيان حتى انسانيا انك تشمت في واحد الانسان اللي تيتحرق. وهنا بغيت نعطي الراي ديالي بكل صراحه. اولا، وسائل اعلام اسرائيليه تتقول بان هاد الحرائق اكثر من 50% ديالها مدبره، هذه رقم واحد. ثانيا، غادي نرجعوا شويه للور حتى النهايه ديال الحرب العالميه الثانيه، وغادي غنكتشفوا بان سياسه الارض المحروقه انتهجها ستالين للحد من التقدم ديال الجيوش ديال الالمان اللي كانوا وصلوا حتى للضواحي ديال موسكو، وبالضبط حتى لزينغراد. اذا هاد السياسه ديال الارض المحروقه سلاح استعمل إبان نهاية الحرب العالمية الثانية، والآن بعض الفصائل في فلسطين تنتهجوا هذا السلاح هذا باش يسترجعوا الأراضي ديالهم. يعني سياسة الأرض المحروقة، انت واخد لي بلادي واخدها زارع فيها الزيتون ولا غيره، راه انت اللي كتستنفع منها. يعني حرق بابها وصافي، حرق 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 تزيد خلفها في حالتك. هذا يري الله بزاف تخلعوا. سلاح، هذا سلاح تستعملوه الناس اللي اغتصبت الاراضي ديالهم. دابا غادي نزيدو شويه لقدام، غنفوتوا الحرب العالميه الثانيه. كنت تكلمت في واحد الفيديو سابقا، رانا يلا نشرته يامس، نشرت عي مقطع منه اللي كنت قلت فيه بان الدولة تستعمل سياسة الأرض المحروقة ضد المواطنين ديالها اللي هما حنا المغاربة. ولكن دابا غنعاود ندقق في هذه المسألة ديال أن الدولة تتنهج سياسة الأرض المحروقة، ونبغي كلشي يحل عينيه مزيان ويحل مخه مزيان. الناس اللي تيتكلموا بالعاطفة أنا شخصيا ما تنقرا لهمش كاع التعاليق ديالهم. الناس اللي بغي يسب انا راه ما تنمحيش التعاليق اللي فيهم سبان ليا الشخصي، انا يسبوا بكل حريه. تنخلي دوك السبان ديال عباد الله تنخليه كشهاده للتاريخ على المستوى ديالهم. اللي بغى يعطي الراي ديالو ماشي بالضروره باش تسب الانسان اللي تيتكلم. انا تنقول رايي في اطار الحريات
اللي تنتمتعوا بها كبشر، كبنو بشر. كنقول الراي ديالي. بغيتي تقول الراي ديالك قوليه، بغيتي ترد على الكلام اللي تنقول رد عليه بادب واحترام، ما بغيتي تسب. لكن هذاك هو الاسلوب الوحيد اللي كتقنيه. يمكن لك تستعمل الاسلوب اللي انت مجهد فيه، اللي هو السب والقذف. ما كاين حتى شي مشكل، غنخلي داك السب ديالك. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو ديال سياسه الارض المحروقه اللي كتنتهجها الدوله تجاه المواطنين ديالها. كما قلت، نبغي اي واحد يشوف هذا الفيديو هذا يفتح مخه مزيان وبدا يبحث باش ما يبقاش المخ ديالو مسودي. بحث. الا بغيتي تعرف الحقيقه هو انك خصك تبحث باش تعرف الحقيقه. شنو هي اول خطوه غادي ديرها في هذا البحث؟ اول خطوه هو انك غادي تبحث في جوجل على الحريق ديال بصح ديال الوقيده وليسانس. الحريق اللي وقع في المغرب من 2011 حتى لدابا. سهله، ياك سهله، مهمه سهله، غادا تعاونك بزاف باش يتحلوا لك العينين وتبشقوا مزيان وتبدا تشوف الحقائق كما هي. الا درتي واحد الجوله في جوجل غادي تلاحظ بان من 2011، من قبل 2011 ما كانش حرائق. تيجي حرائق من الويط حتى الويط. يعني بعد شحال كدوز يلا تتحرك شي بلاصه هكا، شي ناس تيديروا شي نزهه في شي غابات تشعل العافيه. ولكن ابتداء من 2011 من الحراك بدات العدد ديال الحرائق في تزايد مهول. وفي كل حريق تيدار تحقيق. النتائج ديال التحقيقات ديال الحرائق كاملين ما كاينش نتائج، تيبقاو تما الغدير الظاهر. حرائق وقعوا في احياء قصديريه سكنيه، وحرائق وقعوا في اسواق ديال جوطيات، السواق ديال الحوايج المستعملين، زائد اسواق الشعبيه. كل واحد يجوجل المنطقه اللي تعيش فيها. اللي في الشمال يجوجل الحرائق اللي وقعوا من 2011 حتى لدابا في المنطقه ديال الشمال، في الناظور، في حسين عفاني، حتى في الناظور في ماي 2014 واحد الحريق مهول استعنوا بالصبليون، جاو من المدينتين المغربيتين المحتلتين، جاو باش يطفيو لنا العافيه، حيت حنا ما عندناش اللي يطفي لنا العافيه. بقاو ساعات وبنادم تيتحرق. على ايين غادي تلاحظوا بان الكم ديال الحرائق اللي وقع من 2011 دابا، سواء في الاسواق الشعبيه سواء في الاحياء القصديريه، غتلقاو بان عدد مهول جدا جدا جدا. علاش؟ وهنا فين خصك تخدم مخك، هنا فين الخلايا ديال مخك خصهم يبداو يخدموا. حيد ديك الجهه اللي فيها السبان، حيدها وحطها في شي غراف، وخلي عيش الجهه اللي تتحلل الامور، وحل عينيك مزيان. وغادي تعرف علاش. باش بنادم تيبقى مدهي يعيب الجهه الضاره. تنحرقك باش تبقى داعي في الحريق اللي فيك. كاين اسواق اللي تحرقوا فيها محلات، حتى كاين اللي كتفوق 800 محل ديال البيع والشراء، يعني كتهضر على ما يفوق 800 عائله، حيت هما تيعرفوا بان العائلات اللي واكله الدق مزيان هي اللي كانت تدوي في الحراك الشعبي ديال 2011. اذا باش نخمدوا هاد الحراك تيمشيو عند دوك الناس وتيحرقوا لهم مصادر العيش ديالهم، وتيحرقوا لهم حتى المساكن ديالهم، الاحياء القصديريه. كاين اللي غادي يجي هاد الكلام هذا في شي شكل، كاين اللي غادي يجي يعني تحليل ما عنده حتى شي اساس علمي. ولكن اللي ما تعرفوش بزاف ديال الناس هو ان اللي تيسهروا على الشأن العام في المغرب تعرفوا اش كيديروا. ربما يبان لنا حنا بانهم ما تعرفوش، ولكن في حقيقه الامر تعرفوا اش كيديروا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه كاين بزاف ديال الاصوات اللي كانت شحال هذه فين ما تندير شي فيديو تيقول لك واه هادشي اللي تتقول حنا عارفين وشنا هو البديل. البديل خصنا البديل، اما المشاكل راه غارقين فيها حتى الزدقاداك. قبل ما غادي نهضر على هذه المساله ديال شنو هو البديل، غنهضر بعدا على المساله ديال التعليم. كنت البارح
كرييت واحد الجروب في الواتساب، ولحت الرابط في الفيسبوك ديالي على اساس اللي بغى يدخل يدخل، واللي بغى يخرج يخرج، واللي بغى يعاود يدخل مره ثانيه يعاود يدخل وتيشوف شنو تيتناقش وداك الشيء، على اساس انه واحد المجمع ديال المغاربه من كل بقاع العالم تيدخلوا لهذا الجروب اللي في الواتساب، وتنهضروا مع بعضياتنا، كل واحد اللي بغى يهضر في شي موضوع تيهضر فيه. ولكن في خلال 24 ساعه تبين بان الموضوع اللي باغيين يهضروا فيه المغاربه فعلا وحرقهم في راسهم هو ديال التعليم. ومرفوع دابا في الغرفه ديال الواتساب شعار ديال يعني يعني انقاذ التعليم العمومي. انا مع عدم مجانيه التعليم العمومي. انا مع ان اللي بغى يقري ولده خصو يخلص. غتجيك غريبه ياك، جاتك غريبه اواه كيفاش؟ شنو كيفاش؟ الا كانت اعلى سلطه في البلاد اللي هو الملك تيشجع على التكوين المهني، تيقول لكم نساو شي حاجه سميتها البكالوريا، نساو شي حاجه سميتها التعليم الجامعي، خصكم تمشيو التكوين المهني، تيقولها في خطاب للرعيه ديالو. فاش الخطابات ديال الملك تعتبر اوامر، قال لكم التكوين المهني هما تنزلوا التنزيل ديال الخطابات. الدستور حطوه عليه سدوا عليه في واحد المليون اللي صوتوا عليه عاهما نيت، ودابا تيديروا التنزيل ديال الخطابات ديال الملك التكوين المهني، حيت هما دابا داروا الخصاصه ديال التعليم الثانوي والجامعي، يعني التنزيل الحرفي ديال الخطاب ديال الملك. الخطاب ديال الملك تيشجع التكوين المهني. التكوين المهني تبقى تمشي له من كطريماني من التاسعه سالات المسيره ديالك الدراسيه، تفضل المشروع ديال سيدنا، يلا دخل بحالتك التكوين المهني ونسى شي حاجه سميتها التعليم الثانوي وسميتها التعليم الجامعي. سياسات قلي تسود. ولذلك انا تيبان ليا، ربما حيت ما عايش في المغرب، ولكن متبع الاخبار في المغرب وتيبان لي بان كل شيء راضي على هذا الشيء. مادام الشعب راضي ان التعليم يولي بالفلوس سرو، التعليم الثانوي والجامعي يولي بالفلوس سرو، خلي وليداتك يقراو واحد الكطريام، تحك جيبك تقريهم بسم الله، ما عندكش باش تطاول ولادك التكوين المهني ولا التكوين الزنقاوي. واحد السيف فيه 3 كيلومتر وكمشه ديال القرقوبي، مستقبل زاهر جدا جدا. ما دمتي ساكت على هذا الوضع وراضي على هذا الوضع، اذا هذاك الشيء اللي يصلح لك سرك. حيت بنادم الا ما عندوش القوه حتى يقول عيب بالصوت ديالو بفمو، يقول اللهم ان هذا منكر، انا ما باغيش نخلص على ولدي باش يقرا ليا في الثانوي ولا في الجامعي، هذا حق من الحقوق ديالي كمواطن. كتقطعوا لي الضرائب، تتخلصوا الضرائب، ما دمت كنخلص الضريبه ما تداويوني، ما تتزعطروا ليا، ما تتخدموني، ما حتى شي حاجه. على الاقل قريو ليا ولدي باش من بعد ندبر له كيفاش يتكركب، ولا يدبر هو راسو يركب في شي بابور صغيور مع 300 ديال الخلق ويمشي في رحله الموت. لا عاش راه غادي يخدم في الضفه الاخرى، الا ما عاش بعدا مات ليا قاري، ماشي موت مكلخ. دابا غندوزو في السؤال المحوري والمركزي اللي تيحاولوا بلوكيو بيه بزاف ديال الناس. تتبدا تهضر تقول لك اسكت، هادشي كاع اللي تتقول عارفينو حنا، عطينا العروبي البديل، ما عندكش البديل قطع الزي، ما تهضر ليناش، حيت هادشي المشاكل اللي غتقول لينا حنا عارفينها ودايبين فيها. البديل راه ساهل، عي تيبان لك انت صعيب. البديل ساهل، باش المغرب يقفز من زيرو المليار ساهل، باش يدير قفزه كبيره ويزيد لقدام ساهله. انا نعطيك جوج ديال الحوايج، ونقدر نعطيك حتى اكثر من جوج ديال الحوايج. اولا فيما يخص البطاله، حيت البطاله هي سبب كل شيء عندنا، هي اللي مبلوكيه لينا كل شيء. علاش عندنا البطاله؟ حيت حنا ماشي شعب، حيت حنا رباعه ديال الزبناء، حنا زبائن كاستمرز. واحد الزبائن عند واحد السيد
راه صعيبه باش توصف هذا الشيء. حنا زبائن عند الاجير ديالنا. اجير، تصور اجير انت كتخلصيه باش يدير لك واحد الخدمه. اجير انت هو رب الاجير. اي واحد تيتخلص من جيبك انت اللي تتعطيه الفلوس، هذاك اجير ديالك، انت هو رب العمل ديالو. تصور رب العمل هو انت، وتتخلص الاجير باش انت تكون هو الزبون ديال الاجير ديالك. عرفتي؟ علامة الساعة نيشان. انت لد الام امتها، هي هذه عافي عوض الام ولات الامه. راه هي هذيك ساهله ماهله. عرفتي؟ بنادم تتخلصيه هو خدام عندك وانت زبون ديالو. مبلوكي لك كاع الاستثمارات اللي غادا تدخل للمغرب، مبلوكي باباها مزيان. كاين استثمار في المغرب، واللي جا استثمر في المغرب تيحلقموه حتى تيمشي يهرب في حالته. راه شفتو في الحي الصناعي ديال طنجه ولا الحي الصناعيه في كازا ولا هادي، بزاف اللي زادوا خلف في حالتهم بالضغوطات ديال المسؤولين الكبار، تيزيد خلف في حالته. زائد ما كاينش تشجيعات للمستثمر الاجنبي. انا دابا تنهضروا على البرانيين. مستثمر اجنبي ما عنده فين يحط رجليه. علاش؟ لحقاش سيدنا هو اللي تيستثمر في كل شيء. سيدنا هو الكل في الكل، تيستثمر في كل شيء، وحنا الزبائن ديالو تنشريو السلعه اللي تيصنع لينا، تنشريوها وتناكلوها وتنحمدوا الله، وتيدير لنا الاثمنه اللي بغا. هو تيبيع لنا بالاثمنه اللي بغا. دير جوله في الجوجل، شوف اي حاجه ابتداء من اللقيد حتى اي حاجه طاحت لك في البال تتخشيها في فمك، غادي تلقاها. في اوروبا اللي عندهم الدخل ديال الفرد طالع، وفي امريكان اللي الدخل ديال الفرد طالع بزاف، تلقى انت اللي في المغرب بنادم مقرد والدخل عندنا هابط بزاف، تلقاه كيسوى غالي في المغرب. حنا دابا تنهضروا على اللي كتخشي فمك، عاد زيد اللي كتركب عليه وتسوقيه حتى هو زيديه عليه. تلقى الطوموبيلات في اوروبا وفي امريكان وفي كندا وفي استراليا تلقاهم ارخص بكثير من خرخاشه مقرقشه كلها من 1970 كتشريها بمليونات صحاح في المغرب. علاش؟ حيت حنا زبائن ديال الانسان اللي في يديه جميع السلطات في يديه. حنا زبائن عنده، كيدير فينا ما بغى، تيجزر فينا ما بغى. المستثمر ديال برا، راه نهضروا على المستثمرين ديال البلاد. المستثمرين ديال البلاد تيستثمروا برا تيمنا، وتتبعوا طبعا رأس الدولة اللي تيستثمر برا الفلوس ديالو، وزاد من فوق الفلوس ديالو ولا تيستثمر الفلوس ديال المغاربه. بالله عليك، فاش تيمشي رئيس دوله ملك تيدي معاه المستشارين ديالو وتيمشي للحبشه عند النجاشي، تيمشي حتى للنجاشي عند الحبشه، وغادي يدير وزين تما اللي غادي يخدم 2 ديال عباد الله. 2 غيخدمهم، والرعايه ديالو الزبائن ديالو تيموتوا في البحر يوميا باعداد كبيره بزاف هروبا من البطاله. يبقى تخدم مخك، خدم عيط كابيسا مخ يخدم. قول علاش، على قولة الله كبار كبيره، قول علاش سيدنا غادي يمشي يستثمر فلوس ديال المغاربه، ماشي فلوسو هادوك، تيستثمر فلوس ديال المغاربه، غيمشي يستثمرهم في الحبشه باش يخدم 2 ديال البشر. دابا غهز الكالكولاتريس ديالك ودير عمليه حسابيه. ما غنحسبوش الموظفين الكبار اللي غيكونوا في الشركه شحال غيتخلصوا، اجي نحسبوا غير الخيشبيش، غير المانوفريه. دابا غنحسبوا غير السواد الاعظم، هاد 2 غنعطيهم كحد ادنى للاجور 100,000 ريال لواحد مغربيه، $500. الا ضربتيها في 2 عرفتي شحال تخرج لك؟ ما عرفتيش؟ نحسبوها انا وياك. غتخرج لك اسيدي 500 مليون دولار شهريا. اضربها ب2 ولات عندك $1,000,000 شهريا. هذا عي صالير $1,000,000. 1000 مليار مغربي صالير ديال 2 ديال البشر شهريا. شحال في العام حنيني؟ $12 مليار. 12,000
مليار سنتيم سنويا. ثلث ديال الميزانيه، ثلث ديال المديونيه ديال المغرب غادي نبقاو نعطيو حنا الصالير غير الناس ديال الحبشه باش يخدموا لنا في داك الوزين اللي غيتمول من جيوب ديال المغاربه دافعي الضرائب، والارباح تتمشي للجيوب اللي في ابناك اجنبيه ديال سيدنا ورباعته. الا كان الفوسفات ديالنا اللي وسط المغرب المداخل ديالو ما تنعرفوهاش، ناضت الصحافه الفرنسيه قالت لك سيدي الملك هو اللي مستحوذ على الفوسفات المغرب والمداخل ديالو تتمشي للملك والاسره الملكيه. هذا الملك بالزربه دربيان العداوه عباد الله، الفوسفات راه ماشي ديالي، ماشي بالبيانات. الفوسفات لا ماشي ديالك، خصنا نعرفوا شحال الميزانيه الخزينه ديال الدوله، شحال كيدخلها من الفوسفات شهريا يوميا سنويا، شحال كيدخل لنا من هاد الفلوس ديال هاد الثروه الهائله اللي عندنا في المغرب، شحال كتدخل لخزينه الدوله من هاد الهم الهائل ديال الفوسفات اللي عندنا في المغرب، بلا ما نهضروا على الكم الهائل ديال الحوت اللي عندنا في المغرب. ارانا سيدي فاش تتشوف بان هاد الفلوس ديال المغاربه تتبعتر، والثلث ديال المديونيه ديال المغرب غنبقاو نعطيوها حنا سنويا غير خلصه للناس ديال الحبشه، هنا خصك تقول اسمح لي كيفاش. حنا دابا مازال تنهضروا على البطاله بوحدها، مازال ما بغيناش نهضروا على حوايج اخرين، حيت الشغل تيبان لي انا هو العمود الفقري اللي مهرس الاسر المغربيه كامله. ما كاينش شي اسره تسارى المغرب كامل من شماله الى جنوبه، من طنجه للقويره وفوت القويره كاع تدخل زيد هبط لتحت، ومن شرقه الى غربه ما تلقاش شي عائله اللي ما فيهاش المهجرين اللي عاجلا ام اجلا خصهم يبداو يطالبوا بحق العوده. ما كاينش شي عائله اللي ما فيهاش الناس في الخارج، حتى العائله الملكيه فيها مولاي هشام، فيها سكينه، فيها موت الملك حتى هي، حتى العائله الملكيه فيها الناس عايشين في الخارج. اذا المغرب كامل كل عائله الا وتتلقى بزاف ديال الناس فيها عايشين في الخارج. علاش؟ حيت ما عندناش الخدمه في المغرب، الفليسات اللي عندنا حنا في المغرب راه يمكن لينا نديروا بهم مشاريع، يمكن نديروا بهم البنيه التحتيه، يمكن نديروا بهم بزاف ديال الحوايج، ولكن سوء التدبير والتقديس ديال واحد الانسان اللي الخطب ديالو كلها يتم التنزيل ديالها وكانها قران منزل لا تناقش، ما اللي تقالت خصها تحط، يعني خصها تطبق. زائد انه كل مره هز المستشارين ديالو غادي يدير بالفلوس ديال المغاربه دافعي الضرائب، غادي تيدير استثمارات في الخارج، ها هو تيديرهم في الحبشه، ها هو غيديرهم في مدغشقر، بني السبيطارات، بني مراكز التكوين المهني، والزبائن ديولك هادو اللي في المغرب مساكن ما عليهمش الله. اذا شنو هو الحل ديال البطاله؟ غنزيد واحد المشكل اللي قلته في الفيديو اللي فات وكنقولوا دائما، هو ديال موظفين الاشباح، الناس اللي كيتخلصوا وهما ما كاينينش في الخدمه. قلنا في هذه 16 عام كانوا 80,000، دابا كنهضروا على شي 150,000 كاقل تقدير، غيكونوا شي 150,000 موظف شبح تيستنزفوا الميزانيه ديال المغرب شهريا، وفيهم اللي خرج تقاعد وكيتخلص تقاعد ديال واحد الخدمه اللي ما عمره ما دارها. يعني مفلسه، دوله مفلسه على جميع المستويات. يعني انا كيبان لي هذه المساله ديال الموظفين الاشباح يعني واحد الديناصور اللي خطير، ما تيستوعبوش العقل البشري، ما تيستوعبوش. بنادم تيحرق تيموت في البحر باش يمشي يقلب على خدمه، باش ينكس القوات، يغسل الطباصل، ينطح السما براسو، المهم يدخل لقمه العيش. وفي المغرب عندهم 150,000 موظف شبح تيتخلصوا بالملاير،
كما قلت في الفيديو اللي فات، الموظفين الاشباح راعي في السلالم العليا ماشي في السلالم الدنيا. يعني راه كتهضر على الناس اللي كيتخلصوا اكثر من مليون في الشهر، ما كيدير حتى حاجه، عايش ما عايش في المغرب، عايش في الخارج، ولا كان عايش في المغرب مقابل الفيرمات ديالو ما خدامش كاع اصلا، موظف شبح. وعلى راسهم واش دوله اللي الرئيس ديالها اعلى سلطه في البلاد ديال هذيك الدوله اللي هو الرئيس او الملك تيكون موظف شبح تيتخلص 700 مليون في النهار وما عايش في هذيك البلاد، عايش في بلاد اخرى، موظف شبح حتى هو. واش ما غاديش يتيمنوا به الزبائن ديالو؟ المواطنين حتى هما ما غيتيمنوش، تيتعاندوا معاه. انت موظف تتخلص 700 مليون في الشهر في النهار، وعايب 200 وكذا و50 مليار في العام، وعايش في فرنسا. طبعا الخيشبيش اللي في المغرب حتى هما راه تيقسموا الكعكه حتى هما بعضياتهم، حتى هما ما خدام ما ردام، الخلصه الصالير كيدوز عندي البنكه ديالي الكونت ديالي. شتي على دوله شحال زوينه. شنو هو الحل؟ واش الحل هو ان بنادم يبقى يغامر بحياته باش يمشي للضفه الاخرى؟ هذا هو الحل ده انت في نظرك؟ انا في نظري هذا ماشي هو الحل. في نظري انا جد متواضع، خليه وحده من هاد الملايير ديال الخلايا اللي في مخي خدمتها قالت لي بان الحل هو ان كل واحد في المغاربه ينطق يقول بغينا هاد الموظفين الاشباح ما يبقاوش عندنا في المغرب. عيب وعار في المغرب ديال القرن الواحد والعشرين يكون فيه موظف واحد شبح تيتخلص هو ما خدامش، والناس جالسين تياكلوا الهراوه وتيباتوا في الزناقي في الصر ديال هذا البرد، تيباتوا اللي عددهم محسوب على الاصابع، كتلقى 1000 10000 وانت عندك 150,000 موظف شبح صاحبي. هاد تنهضروا على الموظفين الاشباح مازال عاد زيد عليها اللي قلنا تشجيع الاستثمار، المستثمر البراني والمستثمر ديال البلاد ما يمشيش يبعثر فلوسه في الخارج، وتهريب الاموال والتهرب الضريبي بزاف. حنا دابا تنهضروا على حاجه بسيطه جدا، كل واحد ينطق يقول سالينا ما بغيناش شي حاجه في المغرب تبقى سميتها موظفين اشباح. غير النطق. واحد النهار غادي نوصلوا للمغرب لواحد الدرجه ان كل شيء غيولي ينطق، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الواقع. يولي يهضر ساهله، ما غتهز فريده، ما غتهز طنوقه، ما غت سوريا ليبيا هذوك الاسماء الكبار خليهم عنطقه صاحبي، خدموا عن حاسه النطق اللي هو اللسان. تقول هذا الشيء ماشي معقول، المغرب ما خصوش يكون فيه موظفين اشباح والشعب كله بيطالي الشعب بيطالي. اذا الحل قلنا هو النطق ديال البطاله، النطق بنادم ينطق يقول بان كفانا من الموظفين الاشباح. النقطه الثانيه هي بلاداتنا. حشومه وعار ان بلاداتنا والدين عرضوا صدوراتهم للقرطاس باش نرجعوا البلادات ديالنا، يجي سيدنا ياخذ لنا بلاداتنا وحنا ساكتين. غيجي واحد النهار المغاربه كما قلت سابقا دابا راه كيستعملوا، كاين المغاربه اللي تيستعملوا السلاح ديال الارض المحروقه، كيستعملوه دابا المغاربه، ولكن غيجي واحد الوقت اللي غيوليو يستعملوه بكثره ديال الارض المحروقه. واخد ليا بلادي وداير ليا فيها الشجار وداير ليا فيها الفيرمات، تيديو ليسانس وتيشعلوا قيده وتيزيد مع الطريق. بلادي هذيك ندير فيها ما بغيت، انا حر ندير في بلادي اللي بغيت. انت جيتي خديتيها ليا غصبا، اغتصبتي ليا بلادي، خديتيها ليا من بين يدي، كانوا تيفلحوها والديا وجدودي، خديتيها ليا داير فيها فيرما. تنمشي تنشعل له قيده وتندير ليسانس تنشعل في ديك. هذه ماشي فتنه، هذه بلادي حقي فيها ما بغيت. انت فاش تيكون عندك بلاد وتدير فيها فرينه فاش تتحصد ما تتشعلش العافيه في الحصيده تشعلها، حيت بلادك هذيك ما يقدرش شي واحد يقول لك لا. ولذلك حتى فاش تكون بلادي واغتصبها لي خداها لي غصبا واحد السيد وداير فيها فيرما، من حقي انا نمشي هذيك بلادي ندير فيها ما بغيت، نمشي ندير فيها ليسانس نشعل فيها وقيده. وهادشي اللي كيديروا دابا الفلسطينيين دابا في اسرائيل،
تيمشي ليسانس وقايده تيشعل تزيد مع الطريق. بلادي هذيك خديتيها داير فيرما وتتصدر انت التمر ولا تتصدر الزيتون، بلادي هذيك غنمشي نشعل فيها وقايده وندير بلادي. ما بغيتش انا كاع هذيك الفيرما. انا من بعد فاش تحرق هذا الشيء كامل وما تبقى تقدر دير فيها والو وترجع ليا انا، هذيك الساعه ندير فيها اللي بغيت انا، ماشي بالضروري ندير فيها داك الشيء اللي داير انت. تفهمنا؟ اذا الحلول باينين. الحل هو ان كل واحد ينطق باش ما يبقاوش موظفين اشباح، والحل الثاني هو ان كل واحد يطالب باش ترجع له بلادو. هما تيعولوا على عامل الزمان ان البلادات خضوا لجدودنا، جدودنا ما دواوش، ولادهم اللي هما بواتنا ما دواوش، حنا ما غندويوش. طبيعي هما ما منتظرين بان ولادنا حنا ما غاديش يدويو، طبيعي جدا، حيت ما عارفين هذا الشيء. هما راه قاريين وعارفين بان ولادنا ما عندهم حتى شي علاقه بالبلاد، ما تعرفوش شي حاجه سميتها ارض اغتصبت من طرف الملك والحاشيه ديالو، ما عارفينهاش. شكون اللي غيبينها لهم؟ هو انت من حدك باقي في الحياه قولها لولادك، قول لهم الملك والحاشيه ديالو خداو الملايين ديال الهكتارات لينا حنا، اللي جدودك كانوا تعرضوا صدرهم للقرطاس للمستعمر. وجا واحد خداها بارده ورقد عليها ودير فيها الفيرمات، دير فيها التيرانات ديال الجولف. سير المنطقه ديالنا ديال الشرارده بن حسن دابا شنو تتلقى؟ كتلقى الفيرمات ديال الملك، وكتلقى التيرانات ديال الجولف، وكتلقى بان الملك تيسقي الاراضي الشاسعه غازون ولا فيرمات ولا كيسقيهم، يعني السقي ليل ونهار خدام، الى درجه ان الفرشه المائيه عندنا ولات دابا في الشرارده بن حسن وليتي خصك تحفر 300 متر باش توصل للنقطه ديال الماء. في الوقت الا رجعتي للورعي الى وقت قريب حتى هذه 20 عام ولا 30 عام كنتي كتحفر عي 2 متر تيطلع لك الماء، كنتي كتحفر عي شويه تيطلع لك الماء. دابا حتى الفرشه المائيه الفيرمات ديال المغرب خرجوا على الفرشه المائيه في المغرب باكمله. اذا الحلول سهله، الواحد يبدا يطالب. انا تنطالب الدوله تعطيني حقي في البلاد، ما تبقاش تعطيني دوك 2 فرنك من 5 سنين ل5 سنين، ما عندي ما ندير بها. هذوك 2 فرنك يرسلها لمو في اسبانيا، راه مسكينه الله يحسن لها عوانها، الله يطور في عمرها، مسكينه الله يشافيها ويطول في عمرها. هذيك مسكينه مغلوب عن امرها، ام كبيره، مرا كبيره، رسل ليها فليسات. هذيك 16000 ريال اللي كتعطيوها لي انا من 5 سنين 5 سنين يرسلها لمو، ياخذ من ديك 700 مليون في النهار يرسلها لمو. انا اعطيني غير بلادي، تعطينيش الفلوس، اعطيني بلادي. بغيت بلادي، بلاد والدية وجدودي يعطيها ليا، تنطالب بها انا، تنطالب الملك يعطيني بلادي اللي اغتصبها باه حسن يرجعها ليا. هادشي اللي كنطالب. وكنطالب ان كل واحد من المغاربه يطالب نفس الطلب، يطالب بلادك. واش عباد الله والديك كانوا تيفلحوا الالاف ديال الهكتارات وانت دابا تضرب الشاقور وفرحان فرحان وتتقول الله ينصر سيدنا وكتضرب الشاقور، وتتمشي من منطقه الغرب الشرارده بن حسن تتمشي حتى للشمال باش تخدم في الكيف 3 شهور 4 شهور وترجع، ولا كتمشي تغرق في زمور باش تضرب الشاقور، وانت والديك كانوا تيفلحوا الالاف ديال الهكتارات. دابا عندنا في ولاد حنون الشرارده بن حسن، في ولاد حنون دايرين كاريان ديال الرمله تيدخل الملاير. مشاو ديريكت تيفي مشاو تما تيصوروا هذاك الشيء. اش لقاو مشاو تيسولوا حتى المسؤولين، كلشي تيتنصل ديال من هذا الكاريان الله اعلم. شتي على غابه عايش فيها انا كاريان تيدخل الملاير، حتى واحد ما بغى يقول ديالي، كلشي ما عرفتش، ما عرفنا ديال من. الفيديو راه كاينه اونلاين، دابا ندير لكم شي تعليق. دارتو ديريكت تيفي كاريان تيدخل الملاير ديال من الله اعلم، ما عرفناش ديال من. مشيت تسول المسؤولين تيقول لك ماشي ديالي. اراضي عندنا حنا في المنطقه ديالنا ديال تما مغتصبينها، الناس معروفين، اسماء ديالهم معروفين، فلان 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 في مجلس مستشارين، كاينه ولدو، كاينه عائلته، كاينه خوتو، كلشي معروفين بالاسماء ديالهم كلشي. هما اللي مغتصبين الاراضي، كيسميو الاراضي السلاليه. هي ماشي اراضي السلاليه، هي الاراضي المسترجعه.
كاين فرق كبير غير في الاسماء. تيقولوا السلاليه باش تخربقوا بنادم، باش بنادم تبقى يهضر تيقول لك واه هادوك راه تيهضروا على الاراضي السلاليه، ولا سي هادوك راه ما سميتهمش هادوك راه سميتهم التانيت هذيك راه بلادك، هادوك ماشي السلاليين، هذيك الاراضي المسترجعه ديال المغاربه كانوا تيعرضوا صدرهم للقرطاس باش ترجع الاراضي للمغرب، واللي عنده شي بلاد غادا ترجع له. اذا حنا خصنا نطالبوا بالتمليك ديال الاراضي ديال الجموع المسترجعه. ملكوها لينا، الا كنتو دوله محترمه ملكوا لينا الاراضي المسترجعه، ملكوا لينا بلاداتنا. علاش مخليينها مهيعه باش العروبي مسكين؟ العروبي فاش تنقول العروبي هو سكان الباديه، اي واحد ساكن في الباديه، سواء يكون شالح ولا ريفي ولا سوسي ولا زاياني ولا كما كانوا العروبي. سكان الباديه تيتنحروا مع بعضياتهم، تطيح الروح على 20 سنتيم ديال الحداده على بلاد الجموع. علاش ما تكونش هاد البلادات هادي ملكه لمواليها؟ وعلاش ما ترجعش حتى البلادات اللي واخدينها هما تيديروا فيها الفيرمات وكأن وارثينها؟ كيفاش انت كتملك ملايين ديال الهكتارات وما عندك عليهم حتى شي كاغيط ديال البيع وشراء؟ ما شراهم لا باك لا جدك، ما شراهم حتى واحد من طاصيلتك. علاش كتفلحهم؟ ماشي ديالك ديك البلاد، خصك ترجعها لمواليها. ولكن واخده بقوه السيف، واخده بقوه القرطاس. حنا عندنا في الطوازيط، في شراده من حسن نيت، في الطوازيط في اواخر التسعينات كانوا جاو خداو لهم واحد عرفتي هكتارات، جاو تيغرسوا فيها كريتوس. ناضوا الطوازيط مشاو هما هادوك تيغرسوا بنهار، تيجيو الطوازيط بالليل تيقلعوا لهم داك كريتوس. ناضت الدوله المحترمه صيفطت لهم الجيش بالقرطاس. الناس شافت الجيش والطنوقه وهربوا صافي، وتحدات المساله. وفعلا النظام غرس كريتوس ديالو ودار خدمة يدو بقوة السلاح. بقوتهاش ما سمعتهاش مزيان، قوة السلاح. هبط الجيش باش يغرس كريتوس في البلاد ديالك، في البلاد ديال جدودك. غنغرس كريتوس صحة، ولا هضرتي غنقتلك. كاينش استعمار اكثر من هذا. الناس ولات تحن الى الاستعمار، تقول لكم عابقه لينا الاستعمار. ما كانش غيدير فينا هادشي واقيلا كامل اللي مديور فينا حنا دابا. تصوروا دابا كون بقات فرنسا مستعمرانا غنبقاو نحرقوا لعدها. تقول لك انا غتجيو عدي، انا عندكم نيت. شكون اللي دار لينا الطرقان؟ التعليم دابا اللي بغاو يخوصوه، التعليم كي كان في وقت فرنسا فاش كانوا الفرنسيس اللي تيقريونا حنا؟ كي كان التعليم ما كانش في الاوج ديالو، تعليم عمومي، ما كانش التعليم الخصوصي. ما كانش عندنا وزير اول عنده اخطبوط ديال المدارس الخصوصيه ديالو، هو في ملكه. بن كيران عندهم مدارس خصوصيه، تصور وزير اول عنده مدارس خصوصيه. اش بغيتي؟ غادي يشجع التعليم العمومي؟ اش كتنتظر من واحد عنده مدارس خصوصيه؟ اش كتنتظر منه غيدير التعليم العمومي؟ انا كون جاو عليا يعني مستقبلا منا واحد 7000 عام باش المغاربه النهار اللي يفيقوا المغاربه تنتمنى باش يكون عندهم فيما يخص التعليم يوليو يطالبوا باش ما يبقاش عندنا شي حاجه سميتها تعليم خصوصي من الباك لتحت، ممنوع منعا كليا. وكنتي وزير ولا كنتي اي موظف سامي ولا كنتي اي موظف في السلالم الدنيا وتكون اي مواطن مغربي، يقراو ولاد المغاربه كلهم في مدارس سواسيه. هذيك الساعه التعليم غيزيد لقدام بزاف، غنوليو مجهدين كما كنا مجهدين فاش كان المستعمر هو اللي تيقرينا. فرانسيس قراونا فاش خرجناهم وماتوا بزاف ديال المغاربه باش نجريو على فرانسيس. جاو حكمونا هادو بني كلبون وجهلونا، ولينا مكلخين، بقاو تيلعبوا بينا كريده. قريك بالعربيه، قريك بالفرنساويه، قراونا دابا بالشينويه. خصو لكم هادي، نديرو لكم هادي، دابا غادي تولي تخلص بالفلوس بحال غتدخل الحمام. خصك دي معاك الصاك وسطوله شامبان وداكشي وتخلص. انا بغيت نقرا سانكيام، هاك شحال باقي انت تسالوني؟ هاك زيد، هاك. ومن النهار اللي ولا دابا
هاد التعليم الخصوصي شكون اللي كيمشي له اصلا في المغرب؟ تيمشيو هذوك الكلاخ اللي ما كانوش تينجحوا في التعليم العمومي تديهم التعليم الخصوصي. علاش؟ حيت تيخلص تينجح، حيت مخلص الفلوس غينجح. واش انت انا زبون ديالك واش ما غتنجحنيش؟ غنقرا عندك السانكيام غتسقطني، ما غنقراش عندك السيزيام، غنمشي عند شي مول الشكار اخر اللي غادي يبقى ينجحني. لا خلصت خصني ننجح. يعني الكلاخ واحد يبقاو يشدوا الباك، غير الكلاخ هو اللي غيشد لينا هذا الباك هذا. شنو من فوق الباك واحد مكلق شاد الباك، اش كتسناش كتنتظر منه يكون من مور الباك؟ وعلى اي طولت عليكم ها. وهذه بعجاله نديروا عصاره ديال هذا الكلام اللي قلت اليوم، بان بقى يهضر شي واحد مابقاش تقول له هذا الشيء كاملين عارفين وعطينا البديل. البديل راه عندك فلسفه في فمك لداخل، كاين واحد اللحمه، واحد الهبره كبيره سميتها اللسان. هذاك اللسان هو البديل، هو البديل، هو خصك تهضر. حتى في الدين ديالنا اعظم الجهاد كلمه حق. انطق صاحبي، ما تبقاش زيزون، انطق. اعظم الجهاد كلمه حق، خرجها من فمك ما تخليهاش لداخل. لكن الدنيا مكفسه خصك تقول مكفسه. الا انت موافق على هذه المساله خصك تقول موافق، ما موافقش تقول ما موافقش انا على هذا مثلا هذا التعليم، ما موافقش انا على نبدا نخلص انا على ولدي باش يقرا في الكاطا في السانكيام في السيزيام الباك تخربيق. شنو هذا؟ نخلص انا على ولدي باش نخلص على راسي وعلى تريكتي وولادي باش نمشي للسبيطار، نخلص باش نقريهم، نخلص باش واي حاجه فيها الخلاص اصاحبي. مصيتونا دابا ما بقى حتى حاجه. فين غتزيد تمص؟ ولكن سرنا علاش؟ حيت لساننا باقي ما درنالوش الترويض على الهضره، مازال ملوي عندنا اللسان. نهار اللي نوليو نهضروا غادي نزيدو لقدام بزاف، غنوليو نطالبوا بالاراضي اللي استرجعناها من هذا المستعمر، غنوليو نطالبوا باش ما يبقى حتى شي موظف شبح في المغرب، غنوليو نطالبوا بمجانيه التعليم، غنوليو نطالبوا بالوضعيه ديال الطالب المغربي تولي مزيانه، نوليو نطالبوا برجال التعليم يوليو ناس محترمين. كنت كتدخل القسم بحال انا قراني السي مرزوقي، السي شعيفري، السي صندوط، معلمه مليكه، سليطان، كنتي تدخل تتبقى المعلم تيبان لك باو طوب، احترام تقدير واو. دابا تتشوف دابا في اليوتيوب تيدار زعما المعلم كاين عاقل مو طحن مو. شنو هذا؟ احتقار. علاش؟ حيت اصلا رجال التعليم عندنا الاحتقار جاي من الفوق. سياسه ديال النظام اللي كتخلي المعلم تعيش مهمش، لا من خلال الراتب ديالو ولا من خلال يعني المرتبه الاجتماعيه ديال رجل التعليم في المغرب مزريه للغايه. تيمشي بنادم يخطب يحسن يقول انا استاذ ولا معلم ولا. في الوقت اللي كان رجل التعليم نهار اللي تيمشي يخطب تيمشي مبندر كي السبع، يمشي مبندر ودار دافع صدرو لقدام والكرافطه كومبلي، جينا خاطبين راغبين في بنتكم لالا غيتا لولدنا. علاش؟ حيت كانت عنده مرتبه كبيره في المجتمع. دابا ولا بنادم تيضرق وجهه الا كان رجل التعليم تيحشم يقولها حتى الاقرب الناس ليه. موظف خزنه. علاش في دول متقدمه رجل التعليم عنده قيمه كبيره؟ علاش عندنا حنا محقور؟ علاش؟ حيت حنا حقاره، حيت حنا شعب حقار، حيت الحقره جايه من الفوق. من الفوق شي تيحقر شي جايه. والبديل كتهضر لي على البديل. البديل هو انت، هو انا. فاش تشوف المعلم ديالك بعدا على اللي قراك شحال هادي، السلام يكون باحترام، تبوس له راسو تنقول سيدي فلان لالا فلان هكذا شي احترم. هذيك انت لا شافوك خوتك الصغار ولادك وتريكتك لا شافوك كتحترم المعلمين. ماشي دابا بنادم تيمشي عند معلم تيقري له ولده ولا بنته تيمشي تيدخل فيه بكروشي. علاش؟ قلتي لولدي الدن، تيتيق الكلام اللي قال له ولده صغيور باش يمشي يتعدى على رجل تعليم مسكين اللي حلقمو تيطردقو باش يربي له ولده باش يقري له ولده. وعلى ايين طولنا عاوتاني، ما تنبغيش نطول وتنطول شي بس ما كان. على ايين حفظكم الله ورعاكم.
وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا لهذا الوطن. بزاف ديال التعاليق ما تنقدرش نقرا كلشي آلائيا. وهادشي اللي كاين اللي متفق مع هاد الكلام اللي قلت يمكن ليه يكليكي على ديك اليد الزرقاء. اللي عجبو بزاف هاد الكلام اللي قلت يمكن له يورك على واحد القلب حمر. اللي ما حملش كاع نهائيا هاد الكلام اللي قلت وما متفقش معايا نهائيا على كاع هاد الكلام اللي قلت، كاينه واحد الوجه زرق كالدنجاله يكليكي عليه. واحد الوجه زرق كالدنجاله كليكي عليه تعبيرا على السخط ديالك على هاد الكلام اللي قلت. كاين حداهم عاوتاني واحد ما عرفت هذاك عرق ولا دموع تيسيلو منه. هذاك عاوتاني لا حسيتي وانت كتصنت ليا حسيتي براسك بحال اللي مخنوق، يمكن لك تكليكي على داك الوجه راه صفر بحال ديال الشناوه ونازلين منه مع هذوك دموع ولا عرق. كليكي عليه هذاك الا كنتي حسيتي يعني بالقرف وانت كتصنت ليا. هادشي اللي كاين. حفظكم الله ورعاكم. شكرا لكاع الناس اللي كليكاو على القلوب الحمرين وفي الوسط ديالهم بيض. شكرا على كاع الناس اللي كليكاو على دوك الكوكارات الاقراص الزرقين وفيهم يد بيضاء. وشكرا حتى الناس اللي غيكليكاو على الوجوه الزرقين اللي كالدنجاله. وشكرا للجميع. اهلا سي انسان ليبر. توحشناك السي انسان ليبر وتوحشنا الايامات ديال البالطوق والايامات ديال على ايين. الناس عزاز بزاف. الرضا الناس عزاز بزاف ايامات ديال البالطوق. كانت نقاشات وكانت على ايين. اللي التذكير كاينه جروب كما قلت درتو في الواتساب. اللي بغى يدخل ما يهضرش، لما بغاش يهضر ما يهضرش. حتى انا راه ما تنهضرش بزاف، ولكن يشوف ياخذ فكره على علاش تيهضروا المغاربه، علاش تيهضروا كيفاش تيهضروا، كيفاش جروب ما يمكنلكش تكونتروليه وكلشي تحترم كلشي 24 ساعه دازت وباقي كلشي تحترم كلشي. واحد الادب واحد الاحترام كبير، يعني بلا زراوط بلا مخازنيه بلا بوليس بلا حتى شي حاجه، وكلشي تحترم في كلشي في داك الشيء في داك الجروب. كاين بنادم تيخرج وكاين تيعاود يدخل، وكاين بنادم اللي خرج ما تلاش دخل. ولكن الناس اللي خرجوا يمكن لهم يدخلوا في اي وقت، الناس اللي باقين في الجروب يمكن لهم يخرجوا في اي وقت، عاودوا يرجعوا في اي وقت. هذاك مجمع ديال المغاربه تيهضروا ينكتوا، يهضروا في السياسه، يهضروا في الفن، يهضروا تنهضروا باحترام بخير نورمال. ولكن الموضوع دابا اللي مستأثر واخد حصه الاسد هو هاد الغاء مجانيه التعليم. يعني هو اللي طاغي بزاف على الجروب. اللي بغى ياخد فكره يدخل الجروب اللي في الواتساب. وغادي نحاول اول مره غادي نحاول ان نجاوب على بعض التعليقات بالصوت. تنتمنى باش نكون يعني خفيف الظل. كنتمنى عاوتاني الكلام ديالي يكون نزل عليكم بردا وسلاما. كنتمنى باش بزاف الناس ما يتقلقوش مني. انا تنعبر على الراي ديالي. انا كنحترم اي واحد تيموت على الملك ديالو، تنحترمه احترام جم. كنحترم اي واحد التوجهات ديال اي واحد، سواء كنتي جمهوري سواء كنتي ديمقراطي سواء كنتي ملكي سواء كنتي دنجالي سواء كنتي كما بغيتي تكون. تنحترم جميع الاراء وكنتمنى باش انا الراي ديالي يكون يلقى بعض الاحترام، لحقاش كيختلف مع بزاف ديال الناس. انا ماشي تنخرج القران حاشا ولله. تنقول الراي ديالي فيه صواب وفيه بزاف ديال التكعبير والاخطاء، لحقاش انا بشر مغربي. وليكن في علمكم اللايف واعر بزاف. علاش؟ خصوصا لينا حنا اللي كابرين في احياء الشعبيه راه واعر علينا بزاف. عرفتي باش كتهضر ومقابل فمك لا تخرج شي كلمه. حنا راه فمنا خاسر اللي كابرين في احياء الشعبيه، فمنا خاسر بزاف. ما تيقري فيه لا دونتيفريس لا حتى شي حاجه، فمنا خاسر لاقصى درجه. يعني صعيب علينا حنا، راه خص يكون ممنوع علينا بالطبيب دير اللايف. علاش؟ حيت تقدر تزهق لك هكا شي كلمه. واعرين حنايا يعني.
وعاد تنديروها في يد الله وصافي. زعما هاد اللايف عا وقف معنا رضات الوالدين اللي واقفه معنا في هاد اللايف وصافي، حقاش راه كتقابل فمك لا يخرج شي كلمه هكا ولا هكا. وما حنا لا نرحم ما تنرحموش، زعما اللي يتزاقل في شي كلمه هو اللي تيقطعوها بوحدها. حطها لك في اليوتيوب، عروبي في ميريكان يقول فضيحه مدويه، وحنا تحت يعجبونا دوك العناوين فضيحه وداك الشيء ديال ولي تتسمع فضيحه تينسى حوايج وكاع تيخرج عريان تيجري غادي فضيحه عداك شدوه وعلى ايين. وما سخيتش نمشي في الحقيقه، شفت راسي ما خسرتش الهضره، ما سخيتش نمشي. والله الا ما كرهتش نزيد معكم انايا نبات اليوم، شدوني نبات، شدوني انا مزوج. انا مشيت نقول لهم راه شدوني نبات، شدوني العشاء وما تقلت، ما خليونيش نمشي وشدوني نبات عاوتاني. وعلى اي هادشي اللي كاين. يمكن مره ربما الفيديو اللايف الجاي ربما ما نتكلمش في السياسه، ربما نتكلم عادي، ماشي بالضروري باش نتكلم في السياسه. هادشي اللي كاين. انا راه المواقف ديالي راه خص اي واحد يفتخر بها من الطرف الاخر. علاش؟ حيت تتعطيهم فرصه باش يردوا عليا، ولكن تتعطى لهم هذه الفرصه الذهبيه باش يردوا عليا وينسفوا كاع الكلام اللي تنقول، ولكن مع كامل الاسف حجتهم ضعيفه باش تردوا عليك بالسبان. لا رديتي على شي واحد بالسبان يعني حجتك ضعيفه، يعني كتزيد تاكد بان الكلام ديالي صحيح. جاوبني باش تكون انت في موقع القوه. عروبي عاد تيخربق. علاش؟ اشنو قال انا غردت على هاد النقطه وهاد النقطه وهاد النقطه، تولي الموقف ديالي انا تيهبط، تنولي في موقف ضعف، انت كتولي في موقف قوه. تتجاوبني بادب جم وباحترام وتتعطي الدلائل بان الكلام ديالي كله تخربيق. ولكن فاش تجي انت وتتسبني، الله ينعل الطاسيله والفصيله، كتسبع راسك حنيني. وما انا باقي في بلاصتي، معيورك لم يغير من موقفي حتى غرام. يا كنعمس. شكرا جزيلا، تبارك الله السي سعيد. ايوا هادشي اللي كاين. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، والى الحلقه القادمه. السي بن شكرون مصطفى، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، والى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وراه كما تنقولها وتنعاودها، اللايف راه صعيب حنيني، اللايف صعيب بزاف ماشي شويه. وكنتمنى بان الناس في الفيسبوك خصوصا اللي عندهم كتابات يعني محترمه بزاف، نتمنى بقاو يديروا اللايف، لحقاش انا نفضل كنتفرج في اللايفات بزاف، تنفضل انني كنتمغط نتكسل مزيان ونتصنت لواحد يعني اللي كيعجبني نتصنت له. هادشي اللي كاين. الفيديو اللي فات كنت درت واحد اعلان مسبق بانني غندير لايف مع الساعه فلانيه. بطيت شويه ولكن على اي. هاد المره ما درتش اعلان، يعني الغفله. هاد المره درت الغفله وبغيت نشوف، بغيت نقارن الفرق ما بين الغفله وما بين تعلم بنادم على اتساع. زائد اليوم درتو شويه معطل شويه. تبارك الله. لا ربيعه الغازي من الصديقات اللي قدامات عندي في الفيسبوك. هادشي اللي كاين. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم. هذه هي الاخرى. تبارك الله القلوبه. اي تبارك الله. الله يبارك فيكم. وقلوبه حمرين وانا لابس الحمر، وعندي خوامي حمرين. تبارك الله وصلى على النبي. تبارك الله. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. السلام عليكم ودوزوا بخير وعواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وستر مولانا باش ما تمنيتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالتيسير والديسير ينقي طريقكم لكم يسير. دوزوا بخير. باي باي عليكم. السلامه. تبارك الله. انسان ليبر. بالسلامه والخير. كاينه قلنا هذيك البوطونه سميتها فينيش. بالسلامه عليكم. يا وي شنو هادشي؟ يلعب الدراري هذا فينيش يا حنيني.